النادي الأهلي لا يلعب كرة قدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدتي النساتي سادتي، أهلا بكم في حلقة جديدة من أهلاوي أمريكاني. مبروك على الفوز، وعلى الرغم من هذا الفوز إلا أني غير مطمئن، لأن شكل النادي الأهلي لا يطمئن. باختصار يعني لاعبتنا النهاردة أو الليلة دي بتلعب على الواقف، يعني أعمدة خرسانية. انت المفروض تتحرك، لعبة دي لعبة تحرك واتخاذ مراكز والهروب من الرقابة. لو انت وقفت محلك يبقى من السهل انك انت تراقب، ومن السهل ان انت ينقض عليك ويتاخد منك الكورة. انما طول ما انت بتتحرك الخصم مش عارف انت بتروح فين، فبتحس الخصم بيجري وراك علشان يشوف انت بتعمل ايه. فما فيش فرصة ان هو يغطي، يبتدي بقى يتلبخ بتاع. انما انت بتبقى واقف بتلعب على الواقف، بتديله فرصة ان هو يغطي، ولو حتى هو كان دفاعه هش انت بتديله فرصة ان دفاعه ده يبقى متمركز تمركز سليم، يبقى دايما بيسد زوايا التصويب ومسالك او مسارات التصويبات. حتى في الهجمات المرتدة بتاعتنا بتبقى بطيئة جدا، لدرجة ان الهجمة المرتدة ما بتبقاش هجمة مرتدة. الهجمة المرتدة بتبقى بتعتمد على السرعة والزيادة العددية والبساط السريعة، ان انت خلاص تبقى 1 2 3 لاعب منفرد بحارس المرمى ويجيب جول. انت ما بتحصلش عندك دي. طيب الحكايه دي يعني هي الناس بتلوم على اللعيبه، ولازم تسترجل، ولازم مش عارف تعمل ايه، ولازم لازم يبقى عندها ما يبقوش جبلات. اللاعب بينزل ينفذ فكر المدرب بتاعه، ولو المدرب بتاعه ما عندوش فكر وما عندوش خطه وما عندوش حلول، اللعيب بيبقى تايه كما نراهم في الملعب. اللعيبه تايهه مش عارفه تعمل ايه. ما هو ما فيش خطه يا جماعه، ما فيش ان حد يقول له اعمل دي واعمل دي واعمل دي، ولما الكره تبقى معانا تعمل كده، ولما الكره تتاخد مننا تعمل كده. ما فيش ادوار، هو سايبها للناس تعمل اللي هم عايزين. يقول لك بس دي لعيبه محترفه، هم اللي يجيبوا الفوز بقى، هم يتصرفوا في الملعب، وده واقف ما فيش خالص، ماحي تماما. الحمد لله على الفوز. على فكرة أنا ما بقولش حاجة أبدا، أنا مبسوط جدا من الفوز، لأني ما كنتش متوقع أن الأهلي هيجيب هدف. الكرة عندنا بقالها دلوقتي شهور، يعني بطريقة فظيعة، يعني أنا مش فاهم ليه، بس الحمد لله هدف جه وادانا يعني قبلة الحياة. لسه عندنا أمل في إن إحنا ناخد الدوري، او على الاقل نبقى مركز تاني. شوف احنا شوف وصلنا لدرجة ايه، ان احنا بنتمنى نبقى على الاقل مركز تاني. يعني يا نهار اسود، بقى هو ده النادي الاهلي؟ ف طبعا الفوز ده خلى الاتحاد يعني يتجبر. طبعا هم مش عاجبهم اللي حصل ده، ما هو اصله يعني انت تريد وانا اريد والله يفعل ما يريد، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. بس الاثنين دول اللي ماسكين الاتحاد ما يعرفوش ربنا، ما يعرفوش ربنا، لانهم مش مسلمين ولا هم كمان مصريين. ارجع لحلقة اليهود المتخفيين في مصر. انا ما بحكمش على البني ادم باسمه او اللي مكتوب في البطاقه بتاعته او ديانته اللي مكتوبه في البطاقه بتاعته، انا بحكم عليه باعماله. ودي اعمال مش اعمال مسلمين ابدا، دي اعمال صهاينه، اعمال يهود، اعمال خبيثه. ما المسلمين ما بيفكروش بالطريقه دي. طيب دلوقتي هو متجبر ليه؟
يعني مش عايزك حتى تحضر الجلسة بتاعة الاستماع للمحادثات بتاعة الفار. عايز يفرض عليك ان انت بس هما اتنين اللي يجوا، والاتنين دول ما يبقاش فيهم واحد فني. بيفرض عليك نوع وعدد الموجودين في الجلسة. طب وانت مالك؟ انت جبت الكلام ده منين؟ جايب الكلام ده منين؟ بتجيب القواعد دي اللي انت بتحطها منين؟ بتألفها بروح امك؟ بتألفها ولا انت مستند على الخنزير اللي فوق، الحلوف اللي قاعد فوق، مسطوف؟ هتقول لي مسطوف مين؟ مسطوف الحلوف، مسطوف مدبولي، ما هو ما فيش غيره. كأن البلد ما عندهاش مشاكل داخلية ولا مشاكل خارجية، والمفروض ان هو يبقى يركز في وظيفته اللي المفروض اللي هو جاي يخدم الشعب ويخدم البلد من خلالها. لا، هو جاي قاعد ما بيعملش حاجة، قاعد بياكل في قتة محلولة. يعني عمالين بيتشدقوا، احنا جايين عشان نوقف الفساد، احنا جايين مش عارف ايه وهنحارب الفساد. طب هو في افسد من المنظومة الرياضية في مصر؟ يعني الفساد التاني بيبقى فساد مستتر، بيبقى متغطي، ده كده على عينك يا تاجر. ولما اللي عايز يعني يحارب الفساد ده، مش يحارب الفساد اللي باين الاول السهل محاربته، اللي هو باين قدام العين. انت فين يا ابني؟ عم مصطفى، انت فين يا اخويا؟ انت بتقبض فلوس علشان ايه؟ علشان بس تقعد مع الوزراء بتوعك تقول لهم معالي مش عارف ايه، ومعالي تقعدوا بقى سعاده مش عارف مين ومعالي مين ومواطي مين، كلكم واطين ولاد كلب. مطلعين لي الليله دي اوسكار رويز. يا جماعه اسمه رويز، ما اسموش رويز، والله العظيم اسمه رويز. انا عايش مع في جاليه لاتينيه كبيره جدا في الولايات المتحده الامريكيه، واسم رويز ده اسم دارج، وانا بقول لك اسمه اوسكار رويز مش رويز. ما هياش بالاو، لو كانت بالاو كنت اقول لك رويز، بس ماش حتى مش بالاو، دي باليو، يبقى رويز. زي برضه ما فيش فايده يقول لك يلتسن كاموش، يا ابني اسمه كاموش. برضه يقول لك برضه نفس الحكايه برضه ايه، يوسف ساليتش. هو في واحد عربي اسمه ساليتش؟ يا اسمه صالح، يالا انت وهو يالا اسمه صالح، بس الالمان ما بيعرفوش ينطقوا الح، فبينطقوها خ، ما بيكتبوهاش كي اتش، بيكتبوها سي اتش، يبقى صالح. جبت انت ساليتش منين دي بقى؟ جبتها منين؟ تفهمش. المهم مطلع بقى، طلع جاي يقول لي بقى انا عملت وسويت وبيمجد في نفسه. طب ايه يعني التوقيت ده؟ يعني مطلعينه ليه؟ مطلعين الجدع الاهبل ده ليه؟ على فكره هو مش جدع اهبل، هو الناس بتقول ده مدرب حكام، ده ممرن حكام. لا 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 لا، الراجل ده حكم كاس عالم 2002 و2006 و2010. الجدع ده ومحاضر كمان. بس هو جاي مصر مش جاي عشان يشتغل، هو جاي مصر عشان يقبض فقط، ويطلع يقول الكلمتين الهبل اللي قالهم الليله دي مع ابراهيم عبد الجواد العبيط ده، الزملكاوي المعفن. مطلعينه ليه مع ابراهيم عبد الجواد؟ عشان يقول لك اصل انا مش عارف ايه، واحنا اصل في 4 حكام. هم انت بياخد شرف او بياخد يعني ايه الكريدت، او بياخد بياخد ان هو يعني هو يعني بياخد بيعامل نفسه ان هو السبب، ان هو اللي كان السبب في اختيار الحكام المصريين لكاس العالم. انا عايز افهم، انت بتدرب، انت عملت حاجه؟
انا مش شايف اي تحسن للحكام. لو الحكم راح كاس العالم ده بمجهوده هو، مش بقيادتك انت، او مثلا بتوجيهك انت. انت قاعد في مصر اساسا، يعني الفتره تؤهلك ان انت، او تدي لك فرصه ان انت تدرس الحكام دول حاجه. انت جاي مصر تدلك، انت جاي مصر عشان يدلكوك. وعلى فكره في الاشاعات اللي موجوده اشاعات حقيقيه، والناس اشتكت منه ومن قله ادبه ومن قذرته. فانت مش جاي تعمل، انت مش جاي تشتغل يا عم رويز، انت جاي تقبض وتدلك وحاجات تانية بقى، الله اعلم. آه النادي الاهلي بيحاول ان هو ياخد لجنة الحكام من تحت رئاسة، او من تحت شمسية الاتحاد، ويخليها مسؤولية الرابطة. وده مجنن مين بقى؟ مجنن ابو ريحة الزفرة، ومجنن احمد مفاخد، الاثنين اليهود اللي ماسكين المنظومة دي. انت يعني، امال انت عايز ايه يعني؟ مثلا انت فاكر النادي الاهلي ده هيوقف لك كده؟ هيسيبك كده تعمل اللي انت عايزه؟ فالعداء بقى سافر دلوقتي، العداء بقى سافر. ودي غلطة الخطيب انه وثق في ابن الكلب اللي اسمه ابو ريحة ده. طيب لما انتوا مش عايزين النادي الاهلي وكارهينه، طب ايه رأيكم بقى لو النادي الاهلي راح يلعب في الدوري السعودي؟ هتقول لي الله انت اتجننت يا راجل، ازاي يلعب في النادي السعودي؟ انا بقول لك عمليا صعبة بس نظريا ممكنة. ليه؟ لو خدت موافقة الاتحاد السعودي، وهو هيبقوا يعني ده هيعملوا فرح، هيتحزموا ويرقصوا. ولو خدت موافقة الفيفا، وطبعا الفيفا مالوش دعوة، ما دام ده موافق وده موافق خلاص، ما ده راضي وده راضي، ما انا مالكش دعوة، انت قاضي. طيب الكلمة بقى الاثنين التانيين بقى، اهم اثنين اللي هما الاتحاد المصري. طب انت كاره النادي الاهلي ومش عايزه هناك، ولا الزمالك عايزه ولا بيراميد عايزه، سيبوه بقى، سيبوه. اقول لك ده ملك البلد، طب خلاص يا سيدي، ما خصخصوه وحد يشتريه وخلاص وانتهينا، او مجموعه تشتريه وانتهينا. يعمل، لان لازم يبقى لازم الهيد كوارترز او المكتب الرئيسي يبقى في المملكه المتحده، يا رب المملكه السعوديه، خلاص ممكن يعني، مش اشكال يعني. وهياخد معاه بقى الرعاه، وهياخد معاه الجمهور، ما هو الجمهور المصري لسه هيبقى جمهور النادي الاهلي معاه في اي حته، مش اشكال يعني. فانت هتخسر كل الفلوس دي، وهتخسر فلوس الرعاه، وهتخسر جمهور النادي الاهلي كمان. ما دام كرهه كده، ما تسيبه يروح بقى. والكاف، موافقه الكاف ابو مين؟ بتاع فوزي لقجع اليهودي الثالث، فوزي لقجع يهودي الام والاب. وهو كمان ايه، تخلي بالك بقى، الملك بتاع المغرب اللي هو الوزير بتاعه، اللي هو بيسألوا لك المستشار بتاعه نفسه يهودي. ملك المغرب مستشار، وبيفتخروا بده. تخيل، بيفتخروا بان المستشار بتاعه يهودي. انت هتعرف ان فوزي لقجع ده كمان وزير الماليه هناك. طب ازاي يبقى وزير الماليه ويبقى رئيس الجامعه؟ اللي انت عندك شغلتين اصعب من بعض، طب ازاي؟ فانا هريحك من النادي الاهلي يا فوزي يا لقجع يا يهودي، انا هريحك من النادي الاهلي. خلاص الكاف مش عايزيننا في افريقيا يا سيدي، هنسيبها لكم مخدره، وهنسيب لكم برضو مصر مخدره. خلي بقى ايه، خلي البيراميدز
والزمالك يجيب لكم رعاة، وقابلوني لو جالكم بمليون دولار رعاة. خلاص سيبونا. انا على فكره النادي الاهلي مش لازم يعني يستمر في العمليه، هو يبتدي فيها بس. هو بس يبتدي يكلم الاتحاد السعودي ويبتدي يكلم الفيفا فقط. شوف اللي هيحصل ايه. والله العظيم ثلاثة لا تحصل. يعني الدنيا تتقلب رأسا على عقب في مصر لو النادي الاهلي كان جد شويه في ان هو يسيب الدوري المصري. والله. وكلهم يبقوا زي الكلاب، يرجعوا زي الكلاب يتحايلوا علينا. انا لو منهم اعمل الحكايه دي. انا لو منهم خلاص يا عمي خلاص، لا تضايقني ولا ضايقك. الدنيا واسعه، ارض الله واسعه. مش عايزني في البلد خلاص، اروح العب في بلد تانية. اروح العب في بلد تانية واسيبها لك. اعمل بقى ما بدالك فيها. انا بقول الكلام ده وانا جاد فيه جدا. النهارده بيراميدز اتعادل مع المصري، وطبعا الحكم طرد لاعب من بيراميدز، وعشان يعدل الكفه راح طارد لاعب من المصري على كوره ما فيهاش فاول اساسا. ما فيهاش فاول اساسا، وحسب لهم ضربه جزاء صحيحه تانية. حسب لهم ضربه جزاء صحيحه. بس ربنا مش رايد يعني. والله دعيت وقلت يا رب مروان يشوطها في ايد الحارس، وفعلا عمل كده. بس انا ما سمعتش بقى لجنة الحكام طالعة تنتقد الحكم. ما هو لجنة الحكام اللي مجدت في الحكم اللي اسمه وفا ابن الكلب ده علشان ما حسبش ضربة جزاء واضحة كده، لازم تطلع تنتقد الحكم النهاردة اللي حسب ضربة جزاء يعني أقل منها بكتير. ما سمعتش أنا لجنة الحكام طالعة تنتقد الحكم ده ولا إيه؟ ما دام ضربة الجزاء الأولانية دي اللي واضحة زي الشمس دي ما اتحسبتش، يبقى ضربة الجزاء الثانية بتاعة النادي المصري ما تتحسبش. ما طلعتش اتكلمت ليه يا فالح انت وهو؟ انت يا عم رويز ما طلعتش اتكلمت ليه يا اخويا؟ بس فالح تطلع لي تنفخ لي في بوقك زي ما بيقولوا توت يور اون هورن. عايز تطلع تتعظم في نفسك كتكنيله عليك وعلى اللي جابك لينا هنا. على فكره في ناس ما بتحبش ابدا الالفاظ اللي انا بقولها دي. تقول لك مش عارف كل اناء ينضح بما فيه. انت فاكر الناس التانية اللي انت بتتفرج عليها ما بتشتمش؟ لا بتشتم، بس ما بيشتمش قدامك. هو بيشتم قدامك امتى؟ لما بيبقى غضبان، ولما واحد زملكاوي يخش له يضايقه ويروح في شتمه وبعدين يطلع يعتذر. انا ما بعتذرش عن الشتيمه. ما بعتذرش على الشتيمه اللي انا بشتمها، لان الناس دي تستحق انها تتشتم. ليه؟ لان انا مش مزيف. كل واحد بيشتم، والناس نفسها اللي طلعت تنتقدني ديا هي كمان بتشتم. بس الفرق ايه؟ انما ما بيهمنيش حد. مبروك على الفوز يا رب، بس نقدر نكمل. الراجل ده على فكره قبل ما اسيبكم يعني مدي اللعيبه 4 ايام اجازه. ليه؟ الناس طالعه بتسال هو بيدي اجازات دي ليه؟ عشان المدام في مصر يا حبيبي، عشان عايز ياخد له يومين يستجم فيهم. انت عارف ده اللي فكرني بحاجه جديده كمان. انت عارف البقف اللي عمل العقد بتاع اللي اسمه الجدع اللي اسمه تروبش ده، عقد تروبش بيديله. عقد تروبش ده بيسمح او بيسمح له ان هو يعمل اي حاجه ويطلب اي حاجه ويروح اي حته على حساب النادي الاهلي. اكل، شرب، فسح،
عربيات، ان شاء الله يروح سيما على حساب النادي الاهلي، ما بيدفعش مليم من جيبه. يعني الفلوس اللي بياخدها في النادي الاهلي ما بيصرفش منها اي حاجه خالص، كل مصاريفه على حساب النادي الاهلي وفي العقد بتاعه كمان. طب اذا كان اللي عمل العقد ده ورتبه حمار، اللي وافق عليه يبقى حمار ازاي؟ يبقى احمر منه بقى. الجدع اللي اسمه عبد الله شحاته ده توافق على عقد ده على عقد زي ده ازاي يا بني ادم؟ يا بني ادم يا اللي بتفهم، المفروض ان انت تفهم في المحاماه، تتوافق على عقد زي ده ازاي يا اخويا؟ بيتفسح وبياكل وبيشرب وبيعمل اي حاجه، ان شاء الله يخش الحمام، بيخش الحمام على حساب النادي الاهلي برضه. ما بيعملش حاجه الا مدفوع ثمنها، واللي بيدفع ثمنها النادي الاهلي، ما بيصرفش مليم من ماهيته. عمركم شفتوا عقد زي ده؟ في حد يلزم نفسه الالتزامات دي كلها وما فيش اي يعني انت بتلزم نفسك بكل الالتزامات دي وهو ملوش اي التزامات. يعني ما مثلا ما حطش في العقد انت لازم تفوز بكذا، انت لازم تعمل بكذا، نسبه فوز كذا، نسبه مش عارف ايه، لازم تفوز بالبطولات دي كلها. ما حطتش عليه اي التزامات، ما حطتش عليه اي حاجه خالص لازم يعملها قصاد الفلوس اللي بياخدها دي. واحنا بنبقشش يا ابني؟ واحنا في وزاره الشؤون الاجتماعيه هنا؟ انت بترمي فلوسك في الارض ليه؟ الراجل ده انا بقول لك لازم يتحاكم. والله دي جريمه، اقسم بالله العلي العظيم جريمه، لان ده تقصير وتضييع اموال البلد. لازم يتحاكم محاكمه جنائيه، دي جريمه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وتصبحوا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.